تعالي اقولك على 3 نصايح علشان تبقي ست بيت شاطرة في مطبخك. مساء الخير يا اصحابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وكويسين وفي احسن حال دايما يا رب. هنبدأ مع بعض الفيديو النهاردة. هقولك على 3 نصايح علشان تكوني ست بيت شاطرة في مطبخك ان شاء الله، باذن الله يعجبكم الفيديو. هطول عليكم في الفيديو بس يعني حبيت اعرفكم ال3 معلومات دولت علشان يفرقوا معايا جدا جدا، اتمنى يفرقوا معاكم برضو انتوا كمان. اول حاجه وهو طبعا لو انت نازله تشتري طلبات البيت، مهم جدا 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 انك تروحي الصبح بدري تنزلي تشتريها، حتى لو من النوع اللي انت ما بتشتغليش مثلا وبتصحي الظهر مثلا او بتصحي بعد الظهر، وعقبال ما تقومي تشوفي حاجتك وتنزلي تشوفي طلبات البيت هيكون الظهر عدى التوقيت راح بتاع اول اليوم، وهيكون كل الخضار الصبح طار طبعا من تنقية الناس. فانا افضل انك لو هتنزلي تشتري طلبات للبيت بتكون الصبح، حتى لو بتشتغلي هتنزلي يوم اجازتك ان شاء الله، يوم واحد في الاسبوع تخصصيه تنزلي تشتري فيه طلبات البيت، وتكون الحاجة صبحة وفريش. مهم جدا اكون نازلة عارفة انا هشتري ايه، علشان كده الخطوة التانية لازم اكون عاملة لنفسي خطة او بلان في المطبخ. خطة او بلان في المطبخ، احنا ما بنشبعش خطط، معلش تعالي على نفسك شوية، بس كل ده هينظم لك حياتك ودنيتك وهتحسي بفرق رهيب وشاسع في حياتك والله. فانت كل اللي عليكي ورقة على التلاجة او ورقة على الحيطة في المطبخ، تكوني بس قدام عينك على طول. كل ما تنقص من عندك حاجة او كل ما تفتكري انك محتاجة تجيبي حاجة او حاجة خلصت من عندك تكتبيها على طول. تمام؟ هتلاقي نفسك طول الاسبوع بتكتبي حاجات، تيجي عليكي اخر الاسبوع انت الحاجة هي الحاجات دي اللي محتاجاها، هناخد الورقة او الصغننة دي هننزل بيها ونشتري كل الحاجات اللي احنا محتاجينها. تالت نقطة بقى وهو ده اللي قصده، ان احنا لو هنجيب كل حاجة بالفلوس اللي معانا وبقى معانا فلوس من المصروف اللي انا ماسكاه في ايديا ونازلة، انا مخصصة لنفسي مبلغ من مصروف الشهر هنزل الاسبوع ده اجيب بيه حاجات، طيب فاض منه لك حرية الاختيار انك تجيبي اي حاجة تانية ممكن تكون مش مخططة لها او مش كاتبة لها، او لو عايزة تشيلي الجزء بتاع المصروف دوت فالحصالة بتاعتك يبقى زي الفل، ووقت ما تحتاجي انك تجيبي اولوياتك تجيبيها. اتمنى ان انت لما تنزلي تشتري الحاجة ما تكونش حاجات رفاهيات، لا هاتي الاولويات الاول وخلي الرفاهيات لاخر الشهر، علشان المصروف دوت او الحاجة الصغيرة اللي هتفيض منك من المصروف ممكن تحتاجي لها اخر الشهر، او ممكن تجيلك عزومة مفاجأة فتحتاجي لها، فخلي بالك من النقطة دي كويس اوي.